إلياس بن صغير موهبة صاعدة اللي كتقدم أداء خارق بالدوري الفرنسي، الشيء اللي خلى أندية كبيرة تنافس على الخدمات ديالو وسرقوه فريق موناكو. إلياس خلق ضجة خلات الجامعة المغربية تدخل في سباق قوي مع الاتحاد الفرنسي لاستقطابه للمنتخب. شكون هو إلياس بن صغير؟ واشنا هي مسيرته الاحترافية؟ واشنا هي إمكانياته الفنية والبدنية؟ بعد الأطول. إلياس بن صغير موهبة صاعدة بالفطرة، هارب بزاف على بوفال، يلعب كصانع ألعاب بالوسط، يحمل الجنسية الفرنسية وهو من أصول مغربية، يقال من أب وأم مغربيين حاضران من الجنوب الشرقي للمغرب وبالضبط من إقليم تينغير. ولد إلياس بن صغير سنة 2005، يعني أنه يبلغ من العمر 17 سنة. غادي يتدرج اللاعب في مجموعة من الفرق الفرنسية في الصغر ديالو قبل ما يبلغ عمر 16 سنة، ويتعاقدوا معه مسؤول نادي الإمارة الفرنسية موناكو، ويتعاقدوا مع صانع الألعاب المغربي اليافع. موناكو طبعا معروفة بالتنقيب على المواهب، اكتشفوا موهبة إلياس واستقطبوه لتقوية خط الوسط، لا سيما أنه كان قريب من الانضمام إلى عدة أندية خاصة نادي أولمبيك مارسيليا خلال ميركاتو صيف 2022. اللاعب إلياس ما غاديش يعطلهم وغادي يستغل أول فرصة تعطات له مع موناكو بعد ما تم تصعيده نحو الفريق الأول في مباراة ضد أوكسير، وغادي يتمكن من تسجيل هدفين مع فريقه موناكو في أول مشاركة له رفقة الكبار، وساهم بالتالي في ترقية فريقه نحو المركز الرابع من الدوري الفرنسي، بل خذا رجل المباراة، الشيء اللي خلى المعلقين الفرنسيين على المباراة يوصفوه بلاعب غير عادي. هادشي ماشي غريب حيت اللاعب إلياس بن صغير كينتمي لأسرة رياضية كلها مواهب ما شاء الله، فهو شقيق لسليم بن صغير لاعب نيس الفرنسي، وممكن بالمناسبة نشاهدوا مستقبلا شي مواجهة مباشرة بين الأخوين المغربيين لفريقي موناكو ونيس بالدوري الفرنسي. هاد اللاعب اللي كيمتلك إمكانيات تقنية رهيبة جدا خلات الأقجاع والجامعة المغربية تحط عليه التلسكوب، وممكن بالتالي نلقاو هاد الجوهرة النادرة بالقريب المنتخب المغربي الأولمبي أو حتى بالقريب المنتخب المغربي للكبار، المنتخب اللي ولا كيغري جميع المحترفين من الديار الخارجية، خصوصا بعد ما حقق نتائج إيجابية بكأس العالم بقطر لوصوله مربع الذهبي كأول بلد إفريقي وعربي. إلى عندكم معلومات أخرى على اللاعب نتمنى تخلوها لنا في التعليق. في الختام نتمنى لإلياس بن صغير التوفيق في مسيرته الرياضية والتوفيق للجامعة لاستقطابه للمنتخب الوطني. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.